الفيلم كيبدا بواحد الطوموبيل كحله وهي داخله لواحد السطاسيون وكيقول للمسؤول تما باش يعمر ليه ليسانس. المسؤول هو كيعمر ليه كيسمع واحد الصوت غريب كيقرب باش يسمع مزيان. كيبان ليه بلي كاين واحد البنت لداخل ديال الطوموبيل ومربوطه. الراجل اللي القدام كيجهد الموسيقى باش ما يتسمعش الصوت. غير سار هذيك العامل التعمار دغيا زاد بالطوموبيل حبسها على جنب الطريق وبدا كيحفر واحد الحفره. البنت باقا لداخل ديال الطوموبيل وهي مربوطه حتى قدرت في الاخير تحل راسها. وملي بغى يحل هو الطوموبيل باش يخرجها ويدفنها ضرباتو على راسو وهربات كيجري. هو شد الضو ديالو دغيا وتبعها. وهذا هان كان كيهضر مع مراتو باش يطمن على بنته الصغيره. قال لها بلي غادي يتعطل شويه حيت عارض على صحابو ديال الخدمه على قبل الشقه اللي كنشرب بالكريدي. وعاود ما يعرض على كلشي للدار قال بلي خصو يعرض عليهم شي ريستو صافي. قالت ليه مراتو لا ما تجيبهمش للدار راه شحال وانا كنتسنى نسالي شغلي غير باش ننعس. وسدات عليه التليفون. غير دخل هو بداو كاع كيفرحوا بالشراء ديال الدار ديالو. قال لهم ما يحتاجش هادشي كامل حيت راه شاريها غير بالكريدي. بقاو كيشربوا تما حتى سكروا لواحد الدرجه ما بقاوش عاقلين على راسهم. ومن بعد خرجوا من تما باش يمشيو بحالاتهم. وهان خلاهم باش يمشي للدار. والبنت كانت باقا كتجري هاربه من داك المجرم. وهان كان وصل لدارو وغير طلع في لاسونسور تخلعات جارته ولكن طمنها. ملي دخل قال ليها بلي ساكن في الطابق السادس. قالت ليه تخلعت حيت سمعت الصوت ديال الغوات. واش حتى انت سمعتيه؟ جاوبها لا. من بعد ما عاونها طلع لدارو. البنت كانت كتنقز من فوق واحد السور والمجرم كان مازال وراها وهي كتغوت. هان دخل لدارو لقى مراتو وبنتو ناعسين وخرج جلس. وغير جلس سمعت الصوت ديال الغوات حتى هو. ولكن في الاول حسبوا باللي غير كان سكران ولكن سمعوا المره الثانيه وبدا كيتعجب. هنا مشى باش يشوف لقى البنت كتجري والمجرم موراها وكان في يدو واحد المطرقه وضربها بها على راسها. دغيا شد التليفون ديالو باش يعيط للبوليس ولكن مراتو تزربش على صوتو. هو يتخلى وطاح ليه التليفون في الارض. خاف المجرم ملي يشوفو وجرى باش يطفي الضو ولكن كان شافو ديجا. مراتو استغربت من فعايله ومن بعد ابتسمت ومشات باش تنعس. ملي مشى يتاكد من المجرم لقاه كيشوف فيه نيشان. وملي هز التليفون اكتشف بلي البطاريه ديالو طاحت وبدا كيقلب عليها. المجرم كان غادي بحاله شويه تفكر بلي واحد الشخص شافو وقرر يرجع عنده. هان شافو وهو راجع شد واحد العصا وسد الباب مزيان وجلس موراها. شويه سمع شي حس وناض كيتاكد من الكاميرات باش يشوف واش كاين شي واحد على برا ولا لا. وغير فتح الباب فجاه بان المجرم وبدا كيضرب فيه. هو بالزربه سد الباب وكان غادي يتقطع بالخلع. مره 4 ديال الصباح البنت كانت طايحه في الارض غارقه في دمها ولكن كانت باقا فيها الروح. حاولت تشد التليفون ديالها وتعيط للبوليس ولكن في اخر لحظه جا المجرم وقطع المكالمه ولاح التليفون ومن بعد قتلها. في الصباح مرات هان كتشوفو هو واقف قدام السرج من بعد ما الناس والبوليس اكتشفوا الجريمه. وهو غادي للخدمه تاكد بلي ما كاين حد برا. وصى مراتو تمشي تجيب بنته من الروض وتشد الباب مزيان موراها. من بعد ما سد هو الباب موراه وهو غادي في الطريق للخدمه شاف البريد ديالو اللي يلاه كان غادي ياخذو. جا واحد الشخص وشد منه الوراق وسرقهم بالزربه. هو تخلع. جا الموظف الامن وقال ليه سميتو كولا ساكن في الطابق الرابع مع جداتو وعنده تخلف عقلي داكشي علاش كياخذ الوراق وكيبيعهم للناس اللي كيجمعوا الخرده. جاوبوها قلبي كان غادي يوقف بالخلعه. من بعد ما جا المحقق قال لهم باللي ما كاين حتى شي بلاغ وصل البارح حيت الجريمه وقعت معطله وبالتاكيد الناس كانوا ناعسين. هان كان مازال مصدوم من داكشي اللي شاف الليله اللي دازت. البوليس قرروا يخويو الكاميرات ديال المراقبه باش يعرفوا شنو وقع بالضبط. طلب منهم المحقق يقلبوا على شي شاهد يكون شاف الجريمه وهما قالوا ليه ما كاين حتى شي شاهد. استغرب المحقق كيفاش ما كاين حتى شي واحد من شي شقه شاف الجريمه وامرهم باش يعاودوا التحقيق. ديك الجريمه تنقلات في التلفازه وهان كان كيتفرج. ومن بعد ما جا صاحبه هو يتخلع. المحقق مشى عند السكان كيسولهم واش شافوا شي حاجه في الليله ديال الجريمه ولكن ما وصل لوالو مع العيالات اللي تواصل معاهم. هان عيط لمراتو باش يتاكد واش سدات الباب كيف ما قال ليها. جاوباتو قال ليها مزيان. والبنت قالت ليه بلي غتمشي تجيبها من الروض دابا. وبدا كيغوت عليها حيت تعطلات عليها بزاف خصوصا بلي الروض بعيد شويه. وبدا كيتوتر ويديه كيترعدوا. وبقى هكاك حتى صيفطات ليه ميساج فيه التصويره ديال بنته وكتبات ليها واش ارتاحي دابا. ملي رجع للدار طمن على بنته ولقى واحد الورقه من سكان العماره كيقولوا فيها بلي قرروا ما يتعاونوش مع البوليس بخصوص البنت اللي ماتت حيت كيعتبروها ماشي من السكان. داكشي علاش ما بغاوش يديروا السطار. مراتو طلبت منه يوقع على هاد الورقه وهو سولها علاش وقال لها كيفاش ما نتعاونوش وواحد البنت ماتت. قالت لي حيت الثمن ديال الشقه يقدر ينقص بسبب هادشي اللي وقع هنا وكل واحد هنا خايف على الشقه ديالو او الدار ديالو. جاوبها ولكن هكا كنشجعوا المجرمين يقتلوا الناس. ومن بعد سولاتو كون شفتي شي جريمه قتل واش ما غاديش تعيط للبوليس. جاوبها اكيد غادي نعيط. وقالت ليه واخا يكون المجرم شاف وجهك. تعصب عليها وقال لها جيبي لنا الماكله. ومن بعد حس بالندم ومشى باش يدير بلاغ للبوليس بواحد الميساج مجهول يكتب فيه باللي كان شاهد على الجريمه ولكن رجع ومسح داكشي اللي كتب وعاود كتب انا من سكان العماره وشفت الجريمه. ولكن بقى كيفكر وملي شاف تصويرات مراته وبنته خاف عليهم وسد البيسي بمره. المحقق كان باقي كيقلب في القضيه ولاحظ شي علامات خلاته يستنتج بلي المجرم كان كيتبع البنت بناء على الشهاده ديال مول توزيع الجرائد اللي قال بلي شاف واحد كيجري مع 2 ديال الصباح. والبوليس وصلهم بلاغ مع 4 ديال الصباح. وحسب التقرير ديال الطب الشرعي تبين بلي البنت ماتت مع 4 بالضبط.
بسبب ضربه على راسها. هادشي كيعني باللي هي اللي كانت عيطات. استغرب المحقق كيفاش بقات حيه ساعتين وما عيط حتى شي واحد على الجريمه، وفي الاخبار عنو بلي الضحيه بقات حيه ساعتين. هان ومراتو كانوا كيتفرجوا، وهادشي خلاه هان يحس بالندم بزاف، حيت كون عيط هو كان ممكن ينقذها. شويه صونا التليفون وجاوبات مراتو، ولكن حتى واحد ما كيدوي. بقى كيتعاود الموضوع شحال من مره حتى جاوب هان براسو وتعصب. شويه لاحظوا بلي كلبهم ما كاينش، خرجوا كيقلبوا عليه في الزنقه ولكن ما لقاوهش، والمجرم كان كيراقبهم من بعيد. طلع المحقق للشقه ديال هان وقال لصاحبو بلي كاينين 3 ديال الناس اللي ما كانوش ناعسين فاش وقعت الجريمه. سولو صاحبو كيفاش عرفتي، جاوبوا من كاميرات المراقبه. ومن بعد ما دق على الشقه هان وحلات ليه مراتو، سولها على الوقت اللي رجع فيه هان للدار النهار ديال الجريمه. قالت ليه كنت ناعسه وما عرفش. بقى كيضغط عليها حتى قالت ليه كانت الساعه 2 ديال الصباح. عطاها الكارت ديالو وقال لي هي لا تفكرتي شي حاجه اخرى عيطي ليا. في ديك اللحظه خرجت البنت الصغيره وطلبت من المحقق يعاونهم يقلبوا على كلبهم اللي اختفى. شرحت لام المحقق باللي داروا اعلان باش يقلبوا عليه، وهان كان راجع من خدمته شاف الاعلان معلق وفيه سميتو والرقم ديال التليفون ديالو. تعصب وحيد داك الاعلان بالزربه، ومن بعد عيط لمراتو بدا كيهضر معاها بعصبيه على قبل ديك النشر اللي نشرات سميتو والرقم ديالو. ومن بعد سد التليفون وبقى كيحيد اي اعلان شافو. في ديك اللحظه شاف واحد كيسوق بموطور موراه وشك فيه باللي هو المجرم، وحبس على جنب باش يراقبه. هو كيقرب منه وصل للمحقق، تخلع هان وشد الوراق وهو معصب. المحقق قدم ليه راسو. عرفت باللي رجعتي للدار مع 2 ديال الصباح نهار ديال الجريمه، كنت بغيت نسولك واش شفتي شي حاجه. شافها المجرم واقف وراه وقال كنت سكران وما شفت والو، وكان خايف من المجرم حتى شافو مشى. سولو المحقق واش هذا هو المجرم ووراه تصويرته. هو يلاه كان غادي يشوف. ديك اللحظه وصل ابل للمحقق كيخبروه باللي لقاو الشخص اللي في التصويره. جرى المحقق دغيا باش يمشي عندهم، وهان طمن باللي صافي جدوه. ومن بعد اكتشف المحقق باللي المشتبه فيه اللي كان كيبان في التصويره كان حبيب ديال الضحيه، وهي كانت دارت به شكايه في الكوميساريه قبل الجريمه حيت كان كيتبعها، وايضا كان معها قبل الجريمه بساعتين. ملي مشاو للبلاصه كان اكتشفوا باللي الشخص اللي في التصويره ماشي هو المجرم وهرب منه. ومن بعد ركب في طوموبيلته وهرب. هما كانوا باقيين تابعينه. المحقق جا ودخل فيه بطوموبيلته، هو خرج من الطوموبيل بالزربه وهرب من تما. المحقق تبعه، هو كان دخل لداخل وسد عليه الباب وهما حلوه بالعنف ودخلوا عليه. هو بقى هارب منهم. فجاه تليفونه صونا من النمره ديال البنت اللي تقتلات. استغرب وجاوب على المكالمه وسول شكون انت. فجاه بان المجرم من وراه. في الغد ليه علنوا في التلفازه باللي القاتل اللي قتل البنت هاد اليومين لقاوه ميت من بعد ما شرب شي ماده مسمومه، وهو كان هارب من البوليس وكان على علاقه بها. وملي قررت نفاصل منه قتلها. مشى المحقق وصاحبه للدار ديال المشتبه به، وقال المحقق انا متاكد باللي الشخص اللي قتل البنت وخلى جثتها في وسط الشارع ما يمكنش يكون هذا الشخص. اما هان كان كيقلب على التصويره ديال المشتبه فيه اللي لقاوه من بعد ما شرب السم ومات. شد هان التصويره وحس بالحزن ملي عرفوا باللي ماشي هو القاتل، ومن بعد قرر يكشف شكون هو القاتل. في ديك اللحظه صونا الجرس ديال الدار، وملي حل لقى واحد البنت قدامه. سولها شكون انت؟ قالت له بلي هي اللي ركب معاها في لاسونسور نهار ديال الجريمه. بقى واقف وما خلاش تدخل للدار. قالت ليه ماشي هو ياك؟ جاوبها مستغرب ما فهمتش. كملات البنت انت شفتي المجرم نهار الجريمه ياك؟ داكشي علاش كان كيشوف في الشقه ديالك. هو دار راسو ما فاهم والو. شويه قالت ليه شحال وانا كنتلقى اتصالات ولكن حتى شي واحد ما كيجاوب. شد التليفون وقالت ليه حتى انت شفتيه ياك؟ اجي معايا للكوميساريه، انا خايفه نمشي بوحدي. عافاك يلا نشهدوا فيه. ولكن هو نكر وهددها الا ما خلاتوش يمشي غادي يعيط للامن، وعلى عليها صوته وقال لها باش تمشي من هنا، ودفعها خرجت من الشقه وسد الباب. ركبت البنت في لاسونسور وفجاه دخل عليها المجرم. حست بالخوف مشات كتجري للشقه ديالها اللي كانت في الطابق الرابع، والمجرم بقى نازل في لاسونسور وجا كيجري وهجم عليها. وفجاه تليفونها صونا، النمره كانت ديال راجلها. وشافوها عرف باللي طاح منها فاش دفعها هو على برا. مشى لعندها للدار باش يرد لها التليفون، لقى الباب ما مسدودش ومشكوك واحد شويه، وعاد غادي يدق سمع واحد الصوت ديال الغوات ديالها. وملي طل من الباب شاف المجرم هو كيجرها من بعد ما قتلها. هان تصدم ملي اكتشف باللي قتلها. فجاه تليفونها صونا مره اخرى. هنا هان تخلع وبدا كيقطع عليه بالزربه. عاد غادي يشوف واش المجرم عاقب شي حاجه. خرج المجرم كيجري من وراه. هان هرب من تما بالزربه للبيت ديال الامن وهو كيحاول يعيط للبوليس. شاف المجرم هو كيقرب شويه، لاحظ باللي مراته وبنته كانوا واقفين تما. حس بالخوف على عائلته وسد المكالمه، والمجرم مشى جرى لعندهم وجابهم حدا الغرفه ديال الامن. وفي ديك اللحظه وصل المحقق والمجرم خرج عاوتاني وبقى كيشوف هان وفي بنته. وحس هان بالخوف. ملي قررت مراته تخليه مع المحقق قال لها لا ما تمشيش بقيه هنا. والمحقق قرر حتى هو يمشي ورجع عنده من بعد وقال لها هان لا بقى هنا. في ديك اللحظه سول المحقق
ماشي هذا المجرم ياك. هو شاف المجرم والمحقق كرر السؤال ديالو. هان رد عليا واش هذا هو المجرم؟ هان قال لي انا ما عرفتش. تعصب عليه وغوت عليه حتى خلعات بنته ومشى المحقق بحاله. هان كيعتذر لبنته في ديك اللحظه كيرجع كلبهم كيفرحوا به. البوليس كيأكدوا بلي القضيه تسدات من بعد ما المجرم شرب ماده مسمومه ومات، خصوصا باللي كان مع الضحيه شي 4 ديال السوايع قبل ما تموت، ولكن المحقق متاكد باللي ماشي هو القاتل الحقيقي. في الصباح والام كتقاد لبنتها، هان كان خايف عليهم وهو في لاسونسور كيشوف واحد كيعلق في ورقه فيها التصويره ديال البنت اللي طلبت منه يشهد معاها والقاتل قتلها. وملي كان باغي يخرج الشخص كيوقفو، كيبان باللي كان راجلها، كيطلب منه الا شاف البنت يعيط ليه. دغيا كياخذ هان الورقه وكيخرج من تما والحزن باين عليه. المحقق كيراجع الكاميرات، اكتشف بلي الطوموبيل الكحله ديال المجرم اللي كانت كيسوق بانت في الكاميرات وكيسجل النمره ديالها. ملي كيجي الضابط كيسولو علاش ما وريتينيش هاد التسجيل، قال ليه حيت القضيه تسدات صافي ما شفتش شي اهميه انك تشوفو. وراه البنت اللي اختفات وقال ليه بلي هي مفقوده هذه 3 ايام، غالبا تكون شافت المجرم وضربوا على داك الشيء اللي دار حيت خبى عليه داك التسجيل. هان كان غادي للخدمه، كيشوف السكان مجموعين على راجل البنت المقتوله وكيطلبوا منه يحبس من تعليق الورق عليها في العماره. كيبدا كيهضر على راسو، كيقول بلي كيقلب على مراته وكتجاوب وحده من الساكنه وقالت ليه بالتاكيد انت اللي ضربتيها ولا عصبتيها وخليتيها تمشي. هما كيدابزوا، هان شد مراته وقال ليها باش تمشي من تما. موظف الامن جا قال ليه ما عرفتش انا شنو نقول لك، ولكن راه كلشي ضدك ما عندي ما ندير لك. كياخذ منه الوراق ولكن كيطيحوا ليه وكيهزها هو مقلق. مرات هان كتمشي كتعاونو، وملي كيمشي هو كتخاصم هي مع ديك المراه حيت شافتها كتشري شي حاجه بارده للولد اللي سميتو كولا المتخلف العقلي. باش كيحيد هو ديك المنشورات اللي كينشرهم داك الراجل وسولاتها الا كنتي انت مختفيه واش تقبلي راجلك ما يقلبش عليك بمره حيت خايفه على ثمن الشقه ديالك بالا ينقص، وخلاتها ومشات. المحقق وصاحبه وصلوا للطوموبيل ديال المجرم ولقاوها محروقه. من بعد ما نظفها مزيان كيلقاو واحد الجهاز فيه واحد الشريحه فيها البلايص اللي زارهم المجرم بالطوموبيل، وبهذا الشيء قدروا يحددوا الموقع فين جا الدار ديالو. فاش مشاو ليها ما لقاو حتى شي واحد تما. المحقق قرر باش يبقى تما كيتسنى حتى يرجع المجرم. فاش رجع المجرم بقى كيشوف في جنابه قبل ما يدخل. هادشي خلى المحققين يتاكدوا باللي هو المجرم الحقيقي. وقال المحقق المشكله هنا اننا ما غاديش نقدروا نشدوا بالادله اللي عندنا، خصوصا باللي القضيه تسدات. صاحبه رد عليه ضروري خص يكون واحد الشاهد واحد على الاقل. وفي الصباح مشى الضابط كيراقب المجرم وهو كان في الخدمه ديالو، اما المحقق مشى عند هان وهو كياكل ووراه تصويرته وسولو هذا هو ياك؟ حنا لقيناه ولكن ما عندناش شي شاهد ضده. انا متاكد بلي انت شفتيه نهار الجريمه ياك؟ وحتى السيده اللي في الطابق الرابع اللي اختفت حتى هي شافته. وكاين واحد ثالث معاكو الولد اللي سميتو كولا، وكان كيقصد الولد اللي عنده تخلف عقلي. ناض مشى كيجري يسول الامن على كولا وعرف باللي مشى عند مول الخرده وتبعوها لتما. ملي شافو جرى لعندو وقال ليه البوليس غادي يوريوك واحد التصويره وغادي يسولوك واش كتعرف هذا الشخص. قول لهم ما كنعرفوش حيت الا عرف المجرم باللي كتعرفو غادي يقتلك. ومن بعد سولوها واش شفتيه الشخص اللي قتل البنت بالمطرقه وكان لابس كاسكيط؟ جاوبوا وقال ليه واش حتى انت شفتيه؟ قال ليه وكمل الدري انا شفتو هنا قبل شويه كان واقف وكيشوف فيا وجا من وراه وغنضربو، ولكن في هذه اللحظه جا المحقق وقال ليه طلقوا هذا كان مع البوليس. وكمل المحقق حنا كنراقبوه وإلا شهدتي ضد هذا الشخص غادي نقدروا نشدوه دغيا. جاوبوها انا ما كنعرفوش. قال لي المحقق هذا الشخص قتل البنت بالمطرقه في وسط الشارع، وإلا بقيتي ساكت غادي يبقى يقتل بسبابك. كاين بنت اخرى اختفت دابا. قال لي انا شنو ذنبي؟ واش انت غادي تقدر تحمي لي عائلتي؟ كي ندير نثق فيكم نتوما خليتوا واحد بريء يولي مجرم غير باش تسدوا القضيه. قال لي المحقق هادشي علاش بغيتك تشهد، ربما البنت اللي اختفت باقا حيه ونقدروا نعتقوها في الوقت. فجأة جا تليفون المحقق وخبروه باللي المجرم اختفى من قدامهم، وحتى كولا اللي كان حداهم اختفى من تما. بداو كيقلبوا عليه حتى لقاو ديك العلب ديالو اللي كان كيجمع، وبقاو متبعين الاثار ديالو حتى دخلوا لواحد البلاصه فين لقاوها عامره بالدم. وملي هزوا الغطاء لقاوه مضروب بزاف ولكن كانت باقا فيها الروح. بداو بالزربه لغرفه العمليات وهانو المحقق كانوا على برا. هان قال لي انت كتشوفني بحال شي حقير دابا وما نسواش ياك، ولكن انا كل همي نحمي عائلتي. وقال لي باللي البنت اللي اختفت في الحقيقه ماتت، انا شفته هو كيقتلها بعيني. رجع هان للدار هو مكتئب، سولاتو مراته علاش تعطلتي؟ هو عاود ليها كاع داكشي اللي وقع وطلب منها السماحه حيت ما قال لها والو. وقال لها بلي درت هادشي كامل غير باش نحميك انت وبنتي. ومن بعد ناض لبس حوايجو وقال لها تسد الباب مزيان. مشى نيشان لمركز الشرطه باش يشهد. مدير التحقيق سولو وراه التصويره وقال ليه واش هذا هو المجرم؟ جاوبوا خدا المحقق فريق معاه باش يمشيو يشدوه. في هذا الوقت هان كان كيعاود شنو طرا نهار الجريمه وكيفاش كان خايف يبلغ. ومشاو طوموبيلات ديال البوليس لدار المجرم، واللي كانوا مكلفين بالمراقبه ديالو اكدوا باللي هو باقي في دارو دابا. وكمل هان حكايته. ملي مشى يعطي التليفون للبنت
اللي ساكنه في الطابق الرابع اكتشف بلي حتى هي مقتوله، والبوليس كانوا مازالين غاديين لدار المجرم. نزلوا من طوموبيلاتهم ودخلوا عليه دغيا لدارو، وتما كانوا لقاوه مازال تما. قال ليه المحقق بلي غادي يعتقلوه بتهمه القتل، ولكن هو جلس بهدوء بحال الا ما كاين حتى شي حاجه، وكان خلى ديجا في الميكروويف شي حاجه. ولكن فجأة طرد قاعد وتجرحوا كاع اللي كانوا تما. حاول المحقق يشد المجرم ولكن ما قدرش بسبب الجروح اللي تقاس بها، وهكا قدر المجرم يهرب من تما. هان كان في الكوميساريه شويه كيشوف المحقق راجع مع الفرقه ديالو. سولوها شنو وقع، فين هو، علاش ما شديتوش، واش ما عارفينش بلي هذاك راه مجرم؟ دابا غادي يعرف بلي انا بلغت عليه، شنو غادي دير لي دابا انا، شنو غادي يوقع لعائلتي؟ تما خلاهم وخرج كيجري. هو خارج عيط لمراته باش يطمن عليها. المحقق خرج وراه ولكن ما قدرش يلحق عليه حيت كان ركب في طاكسي. فجأة بانت واحد الطوموبيل كحله كانت تابعاهم، ولاحظها هان وحاول يشوف وجهه ولكن ما قدرش. وشويه دخلت في الطاكسي بواحد الجهد وقعت اكسيدو، تجرح هان والسائق مات في ديك الحادثه. حاول هان ياخذ التليفون ديالو ولكن المجرم نزل من الطوموبيل وهو هاز واحد المطرقه وهرس عليه الجاج، ومن بعد ما خرجوا لاهو في الارض. شويه كنكتشفوا بلي هذا ماشي المجرم، كان راجل البنت اللي اختفات. قال ليه بلي المجرم عيط ليا وقال لي الا قتلتك غادي يخلي مراتي، وقال ليه بلي انت شفتيها. شفتيها. هو قال لي بلي انت شفتيها وحاول يقتلو، وهان رد عليه مراتك ماتت، هو قتلها قدام عينيا، ما تيقوش. حتى طلق عليه المحقق واحد الرصاصه في كتفه، ولكن قبل ما يقتلوه هان وقفوا وقال ليه بلي هذا راجل البنت المقتوله. حاول يهدي الوضع ولكن قال ليه المجرم قال لي ماشي مهم الا ما قتلتكش، حيت هو فرحان حيت كيشوفك كتمنى الموت. تعصب هان ومشى كيجري باش يمشي لدارو حيت كان خايف على مراته وبنته. المحقق حاول يحبسه وقال ليه بلي صيفط بوليسي عندك للدار. في هذا الوقت قرر هان ياخذ الطوموبيل ديال المحقق ويمشي بيها، ومراته كانت في الدار. ديك الساعه سمع الصدق ديال الجرس في الباب. هم اللي سولاتو شكون، قال لها بلي هو من البوليس. استغربات حيت ما كانتش كتعرفو. هو قال لها بلي مكلف باش يحمي الشهود وراجلها جاي في الطريق. طلبت منه يبين وجهه في الكاميرا ويخرج لها كارت ديالو، وراجلها كان باقي في الطريق. كانت كتعيط ليه ولكن تليفونه كان خارج التغطيه حيت كان طاح له. شويه قررت تحل الباب، لقاتو غير البوليسي وعطاها واحد الميكه ولكن شاف فيها الدم. وملي حلوها اكتشفت بلي الكلب ديالهم هو اللي تقتل. بدات كتغوت وفجاه بان المجرم وضربو وقتلو قدام عينيها. هي جرات للداخل وسدت عليها الباب وطلبات من بنتها تدخل لواحد الخزانه وما تخرجش منها. برا المجرم كان كيحاول يدخل عليها لذاك البيت وهي دارت الطبله مورا الباب. المجرم كان كيحاول يهرس الباب باش ما عنده باش يدخل عليها، وفي ديك اللحظه خرجت بنتها وقلت لها باش تخبى بالزربه، وفجاه ضربها بالجهد وهرس الباب. ملي قرب منها ضرباتو على راسو وعاد تولي ضربو المره الثانيه، شدها وضربها طاحت على الطبله. وملي قرب منها خرجت بنتها وعيطت ليها، قالت ليها باش تهرب، وهي هربات وهو خرج موراها كيجري. والام كانت كتمنعو وترجاه باش ما يأذيهاش. شدها من شعرها وضربها، ولكن ملي سمع صوت الباب كيتحل عرف بلي البنت خرجت. قرر يتبع بنتها. في ديك اللحظه شدات المطرقه وضرباتو في رجليه 2 مرات، ومن بعد جرات مورا بنتها حتى هي لا برا. وهو ناض خدا المطرقه وخرج موراهم. وملي وصلوا للدروج لقات المجرم قدامها، هو شير عليهم بداك المطرقه ولكن ما جاتش فيهم ونزل موراهم بالزربه. الام كانت كتغوت وكتطلب اللي يعاونها، هو وراهم في الدروج. راجلها هان اخيرا وصل ولقى الناس مجموعين قدام العماره. مشى كيجري عند مراته وبنته وهي نازله كتلقى حتى الامن مقتول تما. كيعاود يشير عليهم المره الثانيه بالمطرقه ولكن ما قاسهم. كتقول الام لبنتها باش تهرب والمجرم هابط عندهم، ولكن هي ما هرباتش وبقات كترجاه باش ما يقتلهمش. وعنقاتها الام ديالها وبقات كتطلبوا باش يخليها تمشي. ويلا غادي يضربهم خرجوا 2 ديال العمال بالصدفه وسولوه شكون انت، قلت لهم عاونونا عافاكم باغي يقتلنا. وهو مشى جهتهم. الام بدات كتغوت باش يجي شي واحد ينقذها ولكن حتى واحد ما قدر يقرب. شويه سمعوا الصوت ديال هان جاي والمجرم هرب من تما. هان جا كيجري هز بنته وشافوه هو خارج من تما، تاسف ليهم وقال لهم بلي غادي يرجع دابا، وخرج برا ومشى موراه. وشاف المجرم كينقز على واحد الصور وبدات الشتا كتصب بالجهد. مشاها لواحد اللافته وحيدها من تما، خدا ليها العصا ومشى موراه. وهو كيعيط عليه كيقول ليه فين انت، وريني راسك، خرج عندي، انا اليوم غادي نقتلك، اليوم غادي نسالي معاك. شويه بان مونوراه وبغى يضربه. هان طاكاه ولكن هو عاود ضربه بالمطرقه في يدو وطاح، ومن بعد ضربه في جنبه. هان خداه وضربه في الشجره ولكن المجرم ضربه في كتفه. شد هان واحد الحجره وضربه بها. المجرم باقي شاد المطرقه وكيجرو وكيلوحو. الشتا كانت كتصب بالجهد وهان كان ما قادرش يرد النفس ديالو. المجرم كان غادي يضرب ليه راسو بالمطرقه ولكن في هذه اللحظه هان شدو وعضو من يدو. المجرم بقى كينزف ومشى كياخذ المطرقه مره اخرى. هان كيطاكيها ليه وكيضربو مره ثانيه وهو كيتعذب بسبب الناس الابرياء اللي تقتلوا. وفجاه بدا الريح والشتا بالجهد كيقلعوا داك الشجار، وهان والمجرم بداو كيتغطاو بالتراب. من بعد ما حبس داك الشيء ناض هان من وسط
الطين. كيكتشف بلي كاين واحد البنت مدفونه تما، كيحاول يعاونها ولكن كيلقاها جثه ديال البنت اللي تقتلات. كيشوف بزاف ديال الجثث دايرين به، شويه كيشوف المجرم، كيكتشف بلي باقي حي. كيشد واحد الحجره باش يمشي عند المجرم ويسالي معاه، ولكن كيشوفو كينزف بسبب غصن الشجره اللي تغرس فيه. كيلوح الحجره من يدو كيمشي من تما. من بعد كيجي المحقق يزورو في السبيطار، كيسولوها كتظن علاش كان كيقتل كاع هاد الناس، علاش كان كيقتل كاع الناس الابرياء؟ كيجاوب المحقق ما كاينش سبب محدد، كان بحال الجيعان اللي كياكل، كان كيقتل بدافع الرغبه ديالو وصافي. حنا عايشين في عالم عامر بالمرضى النفسيين بحالو. من بعد كينتقل هان ومراتو لشقتهم الجديده اللي شراوها بالكريدي، ومن بعد مده كيقرر هان يمشي للشقه اللي وقعت فيها الجريمه. كيوقف في نفس البلاصه ديال المجرم. بزاف ديال الشقق اللي دايرين به مازالين فايقين وشاعلين الضو، وبدا كيغوت بالجهد باش شي واحد يجي يعاونو، ولكن كيوقع داكشي اللي كان متوقع، ما كاين حتى شي عوين، حتى شي واحد مدها فيه. وهنا كيكون سالي الفيلم ديالنا اليوم. تهلاو.